هو بيراميدز اخد مكان مين، الاهلي ولا الزمالك؟ المعتاد بالنسبه لنا ان المنافسه هي اهلي وزمالك، ولكن بقالنا 4 سنين بتشوف بيراميدز في النص بينافس الكبيرين في الدوري، سواء على البطوله او على مكان دوري الابطال الثاني. وسنه ورا سنه ورا سنه بيراميدز بقى بيدخل دوري الابطال، بل وبيكسب البطوله كمان من تاني مشاركه ليه. وده جه بعد ما النادي بقى بيشتغل صح، مدرب جديد كويس وهنديله وقته الكافي عشان يكمل المشروع براحته، بالاضافه كمان الى التغيير في استراتيجيه الصفقات. صفقات زي مرعي ومايلي والشيبي، صفقات بيراميدز هو اللي ظهرها للناس. الناحيه التانيه بقى في السنين دي الزمالك بقى موجود في الكونفدراليه وبيكسبها مره وبيخرج منها مره، وده برضه ليه اسبابه وهو عدم الاستقرار. مدربين كتير منهم اللي تجربته جابت اخرها خلاص، ومنهم اللي اسلوبه ما ينفعش في الوقت ده، ومنهم اللي جه عشان نعرفه قبل كده، ومنهم اللي ما تعرفش جه ليه اصلا ولا هو بيقدم ايه، واللي كان كويس وبيعمل حاجه كويسه مشي. ده غير رحيل لعيبه مهمه في الفريق، وغير مشاكل الاداره طبعا. والناحيه الثالثه بقى الاهلي بيكسب دوري في الثاني في الثالث، افريقيا مره في الثانيه، وفي الثالثه بيخرج من نص النهائي. اما عن سؤال هو بيراميدز خد مكان مين بقى، الاهلي ولا الزمالك، ده هسيبه لك انت ترد عليه بعد ما سمعت اللي بيحصل اخر كام سنه في الدوري.